عليكم ومرحبا بكم معي في حلقة جديدة من مسلسل هذيك حياتي حلقة يوم ثلاثاء. هاد الحلقة اللي غادي نشوف فيها نوران اللي غادي يجيها واحد البلاغ غادي يهدموا المنازل ديالهم اللي في الحي، وكانت خايفة بزاف وبقات كتغوت عليهم في البلدية حيت حلا مشاو حتى هدموا المنازل ديالهم غادي تخرج الجثة ديال السيد يوسف. ودنيا غادي تفضح ميسون قدام الاب ديالها ان الفلوس ما خلصتش بهم المدرسه. وبلا ما نطول عليكم وندخلوا في تفاصيل الحلقه، البدايه غادي تكون مع سكينه اللي اتصلت بنوران وخبرتها انه جاتها واحد الرساله وماشي رساله عاديه، يعني تبليغ باش يهدموا لهم المنازل ديالهم. نوران كانت خايفه بزاف اللي يوصلوا الجثه ديال يوسف. وسيرين من بعد ما مشات عند الصديقه ديالها وصارها واحد البوكي ديال الورد، وكان من عند عاصم. قال لها انا كنعتذر منك بزاف على داكشي اللي وقع بسببي، ما بغيتش نجي باش ما نسببش لك المشاكل اكثر من هكذا. الا وقع معك اي مشكل اتصلي بيا وانا كنعتذر منك بزاف. خلى ليها الرقم ديالو. سيرين بقات تقول هذا الراجل اطلع طيب. توريا شافت عندها الورد، قالت لها مين جاك هذا الورد؟ قالت لها غير شفتهم في واحد المحل عجبوني وشريتهم. وعلاء الابن ديال دنيا شاف واحد الكتيبه جديده في الشركه ديالهم، قال لها واش وجدتي لي هذوك الملفات؟ قال لها قالت لي غادي يكونوا بعض التغييرات. قال لي السيد محمود اميره غير نكملهم ونعطيهم ليك. قال لها يعني الخال ديالي مصر انه ما يدخلنيش في العمل ديالو. قال لها انا ما فاهمش بزاف ديال العمل هنايا، اشنو رايك انني نعرض عليك وتشرحي لي كل شيء؟ قالت لي الخال ديالك غادي يساعدك اكثر مني وتقدر تتكلم حتى مع السيد انيس. قال لها نسالي يا انيس دابا منين غادي نجي ناخذك؟ قالت لي ما نقدرش وما بغيتش حيت انا مخطوبه. قال لها عادي قولي ليه عشاء عمل. قالت ليه ما بغيتش. قال لها انا من عائله اطهان ولا بغيت ناخذ شي حاجه كناخذها بالقوه. لقاي شي مطعم وخلي لي خبر. في ديك اللحظه جات حداهم بهار وقالت الكاتبه انا جيت باش نعطيك هاد الملفات. قالت لها شكرا ليك. شافتها مقلقه وهي تقول لها علاء اشنو كان كيتكلم. ونوران غادي نشوفوها مشات عند الياس المكان ديال العمل ديالو وقالت ليه جاتنا رساله من عند الدوله غادي يهدموا البيوت ديالنا. ولا مشاو حتى هدموا الحديقه غادي يلقاو الجثه ديال السيد يوسف. الياس بقى غير كيبكي ومصدوم. ونوران اتصلت من بعد بميسون. المهم خبرت من ميسون كل شيء، وميسون قالت لها مستحيل نخليهم يديروا هذا الشيء. الا مشاو حتى حفروا الحديقه غادي يلقاو الجثه ديال السيد يوسف. قالت الام ديالها خاصك تلقاي شي حل. قالت لها اجي للمنزل دابا. قالت لها ما نقدرش خاصني نمشي للمدرسه. قالت لها اش من المدرسه اللي غادا ليها؟ قالت لك اجي دابا. والكاتبه ديال محمود امير خبرت بهار بكل شيء، وان علاء كيحاول يتقرب منها وهي مخطوبه وعرض عليها وما بغاش، وانه قال لها انه من عائله اطهان ولا بغى شي حاجه كياخذها بالقوه. بهار قالت لها ما تخافيش الا سمع السيد محمود امير بهذا الشيء غادي يجري عليه. قالت لها ولكن هو كيبقى ابن الاخت ديالو. قالت لها هذا الشيء ما كيهموش، السيد محمود امير ما كيسمحش بهذا الشيء وقع في الشركه ديالو، وانت غير تهدني اكيد كل شيء عنده حل. المهم نوران هزت راسها ومشات عند سكينه. شافت هذيك الرساله قالت لها كاين عليه الطابع ديال الدوله، اشنو غادي نديروا دابا؟ سكينه حيت ما عندها فين تمشي كانت خايفه بزاف ليه يهدموا ليها المنزل ديالها. لا المنزل ديالها. نوران بقات غير شاده راسها. قالت لها واش انت كيحسب لك غير المنزل ديالك اللي غادي تهدم؟ قالت لها انت على الاقل راكي عايشه في القصر. نوران قالت لها حنا ضروري خصنا نلقاو شي حل. قالت لها ما غاديش نسمح لهم انهم يهدموا لي المنزل ديالي اولا حتى يحفروا لي الحديقه ديالي، وإلا اضطرينا غادي نرميو ريوسنا قدام الجرافه. سكينه قالت لها راه حنا اللي غادي نترماو في الشارع ماشي انت راكي عايشه مع الابنه ديالك. نوران قالت لها واش كيحسب لك انه ما كيهمنيش المنزل ديالي؟ داكشي اللي واقع لك راه واقع ليا حتى انا. قلت لها يلا خلينا نمشيو للبلديه ونشوفوا اشنو واقع. وميسون غادي نشوفوها في المدرسه واتصلت بانيس خلات ليه رساله قالت ليه هذاك الراجل تابعني مره اخرى، وهاد المره غير كذبت عليه باش يجي عندها. انيس كان في واحد الاجتماع في الشركه وبهار شافته وجاتو الرساله وخرج. بهار كانت فرحانه بالرساله ديال انيس. ونوران هي وسكينه فاش مشاو للبلديه خبرهم انهم ما كاين حتى شي طريقه اخرى باش يمنعوا الهدم والمنازل ديالهم غادي تهدم. نوران جاتها الدوخه. نوران بقات تقول سكينه هما قالوا بانهم غادي يهدموا الحي ديالنا كامل. مشات عند الحارس ديال البلديه وبقات كتهجم عليه، بغات تدخل وما خلاهاش. قالت لي انا فين غادي نمشي ملي غادي تهدموا لي المنزل ديالي؟ قال لها واخا يكون المنزل ديال رئيس البلديه غادي نهدموه. وجرى عليهم. وحسن السيد اللي مكلفاه ودنيا قال لها انا مشيت للمدرسه ديال ميسون ولكن هي ما مسجلاش في المدرسه. دنيا فرحت بزاف حيت لقات منين تشد ميسون تكذب على الاب ديالها وقالت ليه بانها تسجلات. وباهر غادي نشوفوها في الشركه واتصلت بالاب ديالها وخبرته انها هي وانيس غادي يجيو باش يشوفوه. قالت لي واش انت مسالي؟ قال لها اكيد بنتي. المهم انيس مشى عند ميسون وهي تقول لي انا شفت واحد كيشبه لي في المدرسه كان كيحسب ليا هو. قال لها واش جبتي لي حتى لهنا غير هكذاك؟ قالت لي لا ما يمكنش خلينا نمشيو شويه انا متاكده اننا غادا نلقاوه. قال لها انا راني خليت الاجتماع وجيت كنجري. قالت لي صافي رجع للاجتماع ديالك اشنو بغيتيني ندير؟ واش بغيتيني نتصل بالاب ديالي؟ انت اللي قلتي لي باش ما نخبرش الاب ديالي. قالت لي انا غادي نمشي واللي بغى يوقع يوقع ما غاديش نبقى نطالبك باش انك تحميني. قال لها واش كيحسب لك انت ذكيه بزاف ياك ما غاديش تقدري تخدعيني. قالت لي واش كيحسب لك انني غير كنكذب عليك؟ انت شنو كيحسب لك راسك؟ اش هاد الثقه كامله اللي عندك؟ قالت لي ما تبقاش تجي لعندي ودير اللي بغيتي
خليني نمشي وهذاك الراجل يدير فيا اللي بغا، غادي نشوفوا الدمار ديالك شحال غادي يبقى يأنبك. المهم خلاته ومشات. وكذلك غادي نشوفوا سيد محمود امير من بعد ما خبراته بهار بداكشي اللي دار علاء بهدلو وبقى كيغوت عليه في الشركه، قال لي يلا خرج عليا، انا بقى فيا غير الام والاب ديالك وكنتي ولدي، كنت غادي نوريك الحدود ديالك مزيان. قال لي ما بقيتش بغيت نشوفك، خرج عليا. واخر مره يتعود عندي هادشي في الشركه. وبهار غادي نشوفوها بقات كتنتظر في انيس قدام الباب ديال الشركه، ولكن مع الاسف ما جاش لعندها وخلاها مره اخرى كانت تنتظر. المهم بهار كانت غاديه عند الاب ديالها، اتصل بها انيس قال لها تاخرت شويه ولكن راني جاي في الطريق. قالت ليه بلا ما تجي. مشات عند الاب ديالها غير بوحدها. قال لها فين هو انيس؟ قال لها في نظري هاد الولد غير كيضحك عليك، هذه المره الثانيه اللي ما كيجيش، بان ليا غادي يقلقك بزاف. قالت ليه لا انيس ماشي بحال هكذا، غير تيقني، ولكن هاد الفتره بحال واقع عليه شي حاجه اولا كيفكر في شي حاجه. قال لها واقع عليه شي حاجه بحالاش مثلا؟ قالت ليه ما عرفتش، ما خبرني بحتى شي حاجه. قال لها من الاحسن تبقاي بعيده عليه، الا كان من دابا كيخبي عليك اذا ما غاديش تقدري تثقي فيه، وفي المستقبل اكيد غادي يقلقك بزاف. ونوران اتصلت بالابنه ديالها ميسون اللي دخلت القصر، قالت لها مشيت للبلديه انا وسكينه ولكن ما بغاوش ومصرين انهم باش يهدموا لينا المنازل ديالنا. قالت لها ما يمكنش، الا مشاو حتى وصلوا للحديقه. ميسون لاحظت بان خديجه كاينه عندها في الغرفه ديالها كتنظف فيها، وهي تقول لها انا بقوا فيا غير هذوك الورود اللي كاينين في الحديقه. نوران قالت لها على اين ورود كتكلمي؟ هاد الغابيه تما راه كاينه واحد الجثه ديال سيد يوسف. ميسون قالت لها صافي واخا ضروري غادي نلقاو شي حل، من بعد نشوفك. وقطعت معاها. من بعد ميسون قالت لخديجه انت اشنو كنتي كديري هنا؟ خديجه قالت لها انا كنت كنظف في الحمام. قالت لها وهي كتدخلي لي الغرفه ديالي مره اخرى، خرجي عليا. من بعد غادي نشوفوا العائله ديال اطهان كامله جالسه في الصالون. ودنيا قالت لميسون اليوم كان عندك اول نهار في المدرسه؟ جوليا قالت لها بصح كيف دوزتي النهار؟ قالت لها كان مزيان. الاب ديالها قال لها انت دابا كان متاخره بزاف على الدروس ديالك. قال لها تقدري تاخدي دروس خصوصيه. قالت ليه ماشي دابا. دنيا قالت لها الصديقه ديالي غتسجل الابنه ديالها في نفس المدرسه اللي انت كتقراي فيها، ونصحتها وانا اتصلت بالمدرسه ديالك وبغيت نعرف واش مازال كاين التسجيل. خبرتهم بانني العمه ديالك، ولكن قالوا لي انه ما عندهم حتى شي حد بهذا الاسم. انا تاكدت مزيان انه الاسم ديال ميسون ما كاينش في المدرسه. ميسون سولها الاب ديالها اشنو واقع، وهي تقول ليه يمكن غير تاخروا وباقا ما سجلوش الاسم ديالي في السيستم ديالهم. عاصم قال لها لا ما يمكنش، شحال من نهار غادي يكون داز دابا. ميسون بقات غير كتشوف. الجده ديالها اديبه قالت لها علاش سكتي يا بنتي؟ الاب ديالها حس بها غير كتكذب، قال لها واش فعلا انت تسجلتي في المدرسه او لا؟ ميسون بقات غير كتشوف فيهم مصدومه، ما بقى ليها فين تكذب. ونوران غادي نشوفوها كانت خايفه بزاف وهي مع الياس، ما بقات عارفه ما دير. الحقيقه ديال الجثه ديال السيد يوسف ولات غادي تبان، غادي يهدموا المنازل ديالهم. بقات كتقول اشنو غادي نديروا دابا؟ والياس قال لها النهايه ديالنا راه واضحه، صافي بلا ما تبقاي تفكري كلشي غادي يتكشف والحقيقه غادي تبان دابا ولا من بعد، اكيد غادي نتشدوا وغادي ندخلوا للسجن. من بعد جات حداهم بهار والام ديالها خبراتها بانه غادي يهدموا المنازل ديالهم في الحي، وساكنه هي اللي خبراتها. قالت لها واش انت غادي تصدقي الخاله ساكنه؟ قالت لها لا انا ما صدقتهاش، ولكن راني شفت الرساله اللي عليها الطابع ديال الدوله. بهار بقات غير كتواسي في الاب والام ديالها، ولكن نوران كانت فواحد الحاله اللي خايبه بزاف حيت خايفه من الحقيقه اللي تكشف. وميسون قالت الاب ديالها انا كنت ناويه نخبرك بالحقيقه بانها ما تسجلاتش في المدرسه. قالت لي ولكن وقعت معايا واحد المشكله صغيره. قال لها شنو هاد المشكله؟ دنيا قالت لها انا ما عرفتش هاد الفلوس كامله علاش كنتي محتاجه ليهم. محمود امير قال لها انا ما كيهمونيش الفلوس. قال ميسون انا اللي كيهمني هو انك كذبتي عليا. واديبه قالت لهم هذه اكثر حاجه كنكرهها. جوليا قالت لها كنظن انه عندك شي سبب لي منطقي. ميسون قالت لهم انا كذبت عليك. قالت الاب ديالها كذبت عليك حيت الام ديالي كانت محتاجه للفلوس. الام ديالي اتصلت بيا وكانت كتبكي حيت غادي يهدموا المنازل ديالنا في الحي. انا الطفوله ديالي دوزتها في هذاك المنزل، هادشي علاش ما بغيتش نخسرو. قالت لي واش سمحتي ليا؟ قال لها كون غير قلتي هادشي من شحال هادي. ميسون بقات كتعتذر من الاب ديالها ولكن ما قدرش يسمح ليها وقال لها انا غادي نمشي للغرفه ديالي. وانيس بقى كيخبر الخاله ديالو انه خلى بهار في واحد الموقف اللي محرج مره اخرى مع الاب ديالها، ومشى باش يتبع هذاك الراجل اللي عنده نفس الوشم الراجل اللي قتل ليه الابوين ديالو. قالت لي اشنو رايك انك تخبر بهار؟ قال لها ما نقدرش. ودنيا قالت لميسون هاد الليله كانت غير مجرد تنبيه لي صغير ليك، وكنظن انك وليتي عارفه اشنو نقدر ندير فيك. قالت لها فهمت، اشنو تقدري ديري؟ انت حطيتي ليا واحد الراجل اللي تبعني، برافو عليك. كتقولي عليا انني وحده كدابه، ولكن انت امراه مزوجه وعندك ولاد وطلعتي اكثر وحده كدابه. جلستي قدام الاب ديالي وكتكذبي. عندي صديقه بغات تقرا في نفس المدرسه، واش كيحسب لك انا وحده غبيه وما عارفاش انك كتراقبيني؟ دنيا قالت لها كيبان ليا كتفرجي في الافلام بزاف. ميسون قالت لها بلا ما تلعبي معايا حيت ما عمرك غادي تفرحي، انت باغيه الاب ديالي يكرهني ولكن انت اللي غادي تطيحي في الفخ. دنيا قالت لها ديري اللي في جهدك، لا انا ولا العائلات ديالي عندنا شي حاجه اللي نخافوا منها. من بعد قالت لها تصبحي على خير.
وفاش مشاو أديبة خرجت من الغرفة ديالها وسمعت الحديث ديالهم كامل. من بعد أديبة مشات عند الابنة ديالها دنيا وقالت لها انت دايره شي واحد اللي كيتبع ميسون ياك؟ يعني البنت ما كتكذبش. دنيا قالت لها واش انت كنتي كتصنتي علينا؟ قالت لها شكون اللي رسلتي باش يتبعها؟ وهي تقول لها هذاك النهار هذاك الراجل اللي جاي يزورك اللي الاسم ديالو حسن. أديبة قالت لها واش هو اللي اتصل بيك؟ قالت لها لا انا اللي اتصلت. قالت لها ومنين جبتي الرقم ديالو؟ أديبة فهمات انها خدات الرقم من الدفتر ديالها. قالت لها كتقلبي من ورايا بلا حشمه. قالت لها انت وحده قليله الادب. من بعد هو يدخل عاصم وسكتوا. عاصم قال لها واش مازال منعستي؟ قالت ليه مازال. ديبه من بعد ناضت وقالت لدنيا هاد القصه غدا خصها تسالي، يعني بقات كتهدد فيها. من بعد قالت لهم تصبحوا على خير وخرجات. دنيا كانت خايفه بزاف. وكانت هذه النهايه ديال الحلقه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم والى فيديو لاحق ان شاء الله.